القهوة توقظ الحواس والكتب توقظ العقول، فماذا لو اجتمعتا في مقهى قهوة وكتاب؟ تجد متعة التذوق وروح الإلهام في مكان واحد. مرحبا بكم في مقهى قهوة وكتاب. هذا المقهى اللي الفكرة تاعو جات من عند أستاذة اللي تحب المطالعة وحبت تأسس هنا مقهى في الجزائر. مقهى يكون عنده طابع ثقافي وتشجع به الجزائريين باش يولوا يطالعوا، وعلى هذا الأساس وفرت لهم مكان اللي يجوا هنا يكونوا في راحة كأنهم في المنزل تاعهم، يجوا يلقاو الكتابات، يلقاو الراحة والهدوء باش يجوا يقراو ويخدموا. ومام عندنا ايامات نديروا فيهم الالعاب، يجوا باش يلعبوا فيهم، عندنا ايامات في السمانه نديروا فيهم الالعاب للناس باش يجوا يلعبوا. هاد ليدي كانت كومبلي هكا باش كما قالت هي الهدف تاعها من هذا المقهى هي لو كان تقدر تغير من الشعب الجزائري 0.01 تجعلهم يحبوا القرايه والمطالعه. الناس كي تجي لهنا كي تدخل العفسه الاولى اللي تعجبهم شغل يشوفوا عفسه اوريجينال ما شافوهاش ديجا هنا في الجزائر، شغل يدخلوا يشوفوا كتابات ديكو شباب امورات بزاف شابين وجدد. تما كي تدخل ديجا حتحس عفسه سبيسيال في هذا المكان. ومن الحاجات اللي نوفروهم هنا في قهوه وكتاب هما الكتب، يعني الناس هنا ما تحتاج ماشي نخلصوا باش هناك اللي راك في بيبليوتيك ومن تو مقهى تجي ترفد الكتاب اللي تحبه سواء فرونسي ولا انجلي ولا عرب، تجبد الكتاب اللي حابه تقرا منه. وعندنا كتابات باطل تسمى تجي ارفد الكتاب تاعك اقرا كيما حبيت شحال حبيت. تقدر عندك نهار كومبلي تحب تجي تخدم انت عندك نهار كومبلي، مرحبا بك ومرحبا بك في قهوه. هذا يجي يعمر راسه بالكتب ويعمر كرشو بالماكله اللي كاينه في قهوه. ناس كي راهم يجونا لهنا القهوه وكتاب راهم يخلونا لي فيدباك، يكتبوا لنا هنا في بابي موشوار. كانت بداها شخص واحد ودوكا ولات عاده اللي يجي قهوه وكتاب يكتب لنا في بابي موشوار يخلوها. وحنا باذن الله هاد الكتيبات كاع حنجمعوهم ونديروا كتاب نسموه قهوه وكتاب فيه لي روتور تاع الناس. هاي ليك بار اكزومبل في هذه الورقه كانت كتبت لنا المراه ان نترك خلالها الهواتف ننعزل ببركه عن العالم الخارجي. يعني حاجه مليحه كي قريناها حنا شفنا باللي وفرنا مكان في قهوه وكتاب اللي يجوا ليه الناس يحطوا الهاتف اكوتي، يجبدوا الكتاب، يجبدوا البيسي، يقراو ويخدموا ويافونسيو في حياتهم.